فاكرة يا تحية لما خبتيني عند اخواتك في الإسماعيلية؟ ردت عليه وهي بتضحك: وهو انت لسه فاكر يا ريس؟ جملة من حوار دار ما بين الرئيس محمد أنور السادات والفنانة تحية كاريوكا في حفل عيد الفن. ولكن السؤال: لتحية كاريوكا خبت الرئيس محمد أنور السادات، واللي كان أصلا السادات هربان من الأساس؟ سنتعرف، تابعونا. كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليه تاريخ كبير من النضال من أجل قضية تحرير مصر، وكان دايما معاند للاحتلال الإنجليزي وكتير من الخونة اللي كانوا ماسكين مناصب في البلد وبيمكنوا من مدة بقاء الاحتلال في مصر. ومن أجل القضية ديت اللي كان بيؤمن بيها أصبح مصدر إزعاج للبوليس السياسي، حتى انه تعرض للمحاكمة ودخل السجن بعد اتهامه باغتيال امين عثمان في 1946. ولكن ايه علاقة ده بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا؟ كانت الفنانة تحية كاريوكا راقصة استعراضية وفنانة مشهورة، ولكن كان معروف عنها برضو مواقفها الوطنية. كان لها نشاط سياسي وثوري بدأ من سنة 1948 لمساعدتها للفدائيين، لدرجة إنها كانت بتنقل السلاح في سيارتها الخاصة دون خوف، وكان بداخلها إيمان قوي بدورها تجاه قضية تحرير بلادها، وإن هي شاركت برضو في المقاومة ضد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وتم إلقاء القبض عليها أكتر من مرة. إيه موقف يكون لها دور كبير مع الرئيس محمد أنور السادات أيام ما كان ضابط في المقاومة قبل توليه الرئاسة. قدمت ليه المساعدة من أجل الهروب من الاحتلال الإنجليزي اللي حكم عليه بالحبس قبل الحرب العالمية الثانية، وده لما خدته الإسماعيلية علشان يختفي عند اخوته بيمتهن وبيشتغل بعض المهن وهو متنكر. وبعد مرور زمن وجه يوم الاحتفال بعيد الفن، منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات الجايزة وصافحها وأثنى عليها بوطنيتها وتاريخها النضالي تجاه البلد، وقال لها: فاكرة يا تحية لما خبتيني عند اخواتك في الإسماعيلية لما كنت هربان من السجن؟ فردت وقالت له: وانت لسه فاكر يا ريس؟ ده فات عليه زمن. قال لها: طبعا دي أيام هيكتبها ويخلدها التاريخ، عمري ما هنساها وعمري ما هنسالك الجميل. وعرض عليها لو لها أي طلب أو أي حد مزعلها إن هو يحل لها مشكلتها، ولكنها ما طلبتش أي حاجة لنفسها وقدمت له الشكر. ولكن قالت له: أنا ليا حاجة صغيرة، مش ليا ولكن لزميلتي زينات صدقي، لأنها كبرت وما بقتش تشتغل ومريضة وبتمر بظروف قاسية قوي، فياريت لو تؤمر لها بمعاش تقدر تعيش منه. وبالفور نفذ الرئيس طلبها وأمر بصرف معاش استثنائي لصديقتها زينات صدقي. ورغم موقفها الشهم مع الرئيس أنور السادات وعلاقتها الوطيدة بينها وما بين الرئيس، إلا إنها كانت من أول المعارضين له بمجرد إن هو أفصح عن نيته في عقد معاهدة سلام مع إسرائيل، وظلت على خلاف ضد الرئيس محمد أنور السادات حتى تم اغتياله سنة 1981.